السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا دايمًا كلّكم بخير. يالّا بينا نخش في الموضوع على طول، هنشوف هنعمل إيه مع بعض، هنعمل مع بعض القرنبيط التحفة ده. طبعًا إحنا الأيام دي أوانه يعني وموجود ومتوفّر، وكمان اللي موجود دلوقتي البلدي الجميل اللي إحنا شايفينه ده، زي ما أنتم شايفين كده القرنبيطة بتبقى مدوّرة، وكمان العود بتاعها ما بيبقاش إن هو طويل أوي، وطبعًا باينة جدًا يعني إن هي قرنبيطة محترمة وجميلة جدًا. طيب هنسهّل على نفسنا النهارده وبدل ما هنعملها كده محمّرة بالفيجيتار أو حتى محمّرة كده بس بالبيض أو بالخلطة بتاعتنا يعني، تعالوا نشوف النهارده كده هنسهّلها إزاي على نفسنا، وكمان هنعملها بشكل حلو أوي، 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 هيعجب الأولاد وهينفع معانا في الغدا وفي العشا، وجبة جميلة جدًا، وجبة اقتصادية إلى حدٍ ما. وحلوة وطعمها لذيذ أوي، وخصوصًا في أيام الشتا اللي إحنا خلاص ابتدينا فيها دي، هتنفعنا جدًا. حاجة كده سهلة، صنف واحد جنب شوية مخلل أو سلطة خضرا أو أيًا كان بتحبوه جنب إيه، حتى لو كان حتى بطاطس محمرة، بتبقى وجبة حلوة أوي بصراحة وطعمها تحفة، وخصوصًا زي ما قُلت لكم لمّا بيبقى القرنبيط في أوانه كده. أنا عملت إيه، أنا كل اللي عملته كده إن أنا بانضّف القرنبيطة بتاعتي، باشيل منها الأجزاء الصغيرة اللي أنتم شفتوها في إيدي دي، وهاقسمها نُصّين، أنا عايزاها قطع كبيرة ما فيش أي مشكلة خالص، كبيرة أو صغيرة مش هتفرق معاكِ أبدًا في الوصفة. أنا زي ما أنتم شايفين كده كنت حاطة جنبي طبق كبير فيه مَيّة، وكمان حطيت معلقتين من الخل الأبيض، ده طبعًا عشان هاغسل القرنبيط بس مش أكتر يعني. أهو زي ما أنتم شايفين شكلها تحفة، تحفة بجد كان شكلها جميل أوي. في السريع كده هننضف بقى القرنبيط بتاعنا ده، لايك وشير للفيديو ولو عجبكم، وكومنتات جميلة بقى وكتيرة أوي، أوي لو الوصفة عجبتكم النهارده. أنا عايزة أقول لِك يعني الأولاد في البيت عندي كانوا في اليوم ده بياكلوا القرنبيط ومسمينه بانيه، ما يعرفوش إن هو جوّه قرنبيط ولا حاجة خالص. هناكل إيه النهارده؟ هناكل بانيه. طبعًا هو وصفاته كتير جدًا والطرق بتاعته كتيرة جدًا، هنعمل مع بعض إن شاء الله أكتر من حاجة، بس خلّينا النهارده دي أول حاجة يعني أول مرّة أعمل القرنبيط من وقت ما طلع، وبصراحة أنا باحب الوصفة دي جدًا، مريحة كده وجميلة ولذيذة، وما بتاخدش معايا كمية الزيت اللي ممكن طريقة التحمير العادية بتاخدها مننا. يالّا بقى في السريع نعمل القرنبيطة التانية دي زي ما أنتم شايفين كده يعني، أهي معاكم من الألف للياء. الموضوع سهل وبسيط جدًا، حتى البنوتات الصغننين بقى مطبخ جديد وكده، هيعجبهم أوي الموضوع ده. على طول أنا طبعًا في الوقت ده كنت حاطة مَيّة سخنة مَيّة على النار علشان تسخن معايا، علشان أول ما أنضّف القرنبيطة بتاعتي تكون المَيّة سخنت، على طول أبتدي أسلقها. أهو زي ما أنتم شايفين يعني، كده خلاص أنا خلصت الكمية بتاعتي، يالّا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل إيه. دي مَيّة زي ما قُلت لكم يا دوب بس سخنت، هاحط معايا معلقة كبيرة كده من الملح، وأحط كمان معلقة كبيرة أو يعني معلقة إلا حاجة بسيطة كده كمون. طبعًا إحنا عارفين سلق القرنبيط أو سلق الكرنب لازم نحط كمون في المَيّة بتاعته، وكمان أنا حطيت شوية كده من الكركم بيفرقوا جدًا في لون القرنبيط وبيخلّي لونه تحفة يعني، هنشوف دلوقتي مع بعض أصلًا لون المَيّة شكلها عامل إزاي قدّامكم. هابتدي أنزل بقى بنُص كمية القرنبيط بتاعي ده وهاغطّي عليه. طيب أنا عايزاه يتسلق بس مش عايزاه يتسلق سلق كامل، في ناس كمان بتعمله في الوصفة دي إن هي بتبشر القرنبيط وزي ما هو كده من غير ما يتسلق، تقدري تعملي ده وتقدري تعملي ده زي ما أنتِ عايزة، لكن أنا باحب أسلقه نُص سلقة، هاوريكِ دلوقتي لحد إيه باقول خلاص أنا كده هاشيل القرنبيط بتاعي، أهو زي ما أنتم شايفين ده تقريبًا بعد 7 دقايق على طول، يعني أنا حطيته وغطيت على طول كده، عدّيت 7 دقايق وبعد كده شُفته أهو، يعني يا دوب السكينة داخلة فيه بالعافية. هابتدي بقى أشيل القرنبيط بتاعي ده علشان أنزل بباقي الكمية بتاعتي، هو زي ما أنتم شايفين ماسك نَفْسه يعني وحاجة كده جميلة. ممكن تشيليه كمان خلاص سلقتيه زي كده وتشيليه كده في أكياس أو حتى في علب محكمة الغلق، تحطيه في الفريزر وتطلّعي منه على الخلطة بتاعتِك على طول، عايزة أقول لِك والله العظيم كإنِّك لسه عاملاه. وأوقات كتيرة كمان كان بيتبقى عندي كمية قرنبيط صغيرة مثلًا وأحطها في الخلطة بتاعتها وأحطهم الاتنين مع بعض في الفريزر، ما كانش بيفرق أي حاجة خالص عن الطازة. جربي وقولي لي وهتدعي لي إن شاء الله، يوفّر معانا وقت كتير، والله بقى لو موجود معانا علبة زي كده والّا كيس في يوم زنقة يعني. يالّا بقى نكمّل.
كده هاسيب بقى الكمية بتاعتي تتسلق وهابتدي على طول أعمل الخلطة بتاعتي اللي هنحمّر بيها القرنبيط، يالّا بينا نشوف مكوناتنا هتبقى إيه، وكمان هنعمله إزاي. تقدري تاخديه زي ما هو كده زهرة بزهرتها زي ما أنتم شايفين، وتحطيه في نفس الخلطة اللي إحنا هنعملها وتحمّريه واحدة بواحدة ما فيش أي مشكلة. أنا هنا كنت باتأكد من سِوَى القرنبيط بتاعي إن هو نُص، نُص، ضغطت عليه بإيدي كده بالعافية عقبال ما اتقطع معايا. هاشيل بقى ده كده على جنب، يالّا بينا نشوف مكوناتنا هتبقى إيه. طبعًا هاحطها في مصفى وتحتيه صينية علشان لو في مَيّة نزلت. مكونات الخلطة بتاعتنا هتبقى عبارة عن كوباية كبيرة من الدقيق العادي خالص، ونُص كوباية كده من دقيق الذرة الأصفر، اشتغلنا بيه قبل كده كذا مرّة وقُلت لكم إن هو حاجة كده ممتازة. ومعايا كده كمان كوباية كده من الخضرة، كزبرة على بقدونس على شبت، وده اختياري طبعًا الشبت فيه أو لأ، بس بصراحة بيضيف له taste عالي أوي، ومعلقة كبيرة كده من التوم المفروم، وكمان بصلاية مفرومة ناعم جدًا، ومعايا كمان 3 معالق من النشا، ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة، و3 بيضات. طيب هنعمل إيه؟ أول خطوة أنا هاعملها، أنا باحب أضيف الفلفل الأسمر اللي هاضيفه في الخلطة دي على البيض مباشرةً كده، وهارُبّه كويس جدًا وهاشيله على جنب، وتعالَ نشوف هنكمل مع بعض إزاي. بس أهم خطوة عندي إن أنا باضيف الفلفل الأسود على البيض مباشرةً، زي ما أنتم شايفين كده دي أول حاجة أنا عملتها، وهابتدي إن أنا أرُبّ البيض كويس جدًا أهو. بس كده خلاص أنا كده اتطمنت إن ما فيش زفارة بيض، وبإذن الله مش هيبقى له ريحة خالص. وطبعًا كمية أصلًا البيض على اللي أنا باعمله مش كتير أبدًا. على طول كده في بولة كبيرة هانزل بالبيض بتاعي، هانزل بكل مكوناتي على بعضها، وتقدري إنِّك في الخطوة دي تزوّدي بدل المَيّة اللي أنا هازوّدها كوباية من اللبن وكوباية من المَيّة، ده لو أنتِ من الناس اللي بتحب تحمّر بخليط فيه لبن يعني. لكن أنا بصراحة باحب إضافة المَيّة وبتبقى حلوة جدًا، ما بتفرقش معايا أبدًا وبتأدّي الغرض وبتبقى جميلة أوي. بس أهم حاجة إن أنا أعمل الحاجة وأنا مرتاحة نفسيًا. بس كده خلاص، ما فيش ترتيب، ما فيش أي حاجة خالص، هاضيف بقى كل مكوناتي دي كلها على بعضها. طبعًا أنا هاشيل كمية كده شوية كده من الخضرة على جنب، علشان أشوف هتبقى مناسبة لو هي كتيرة أوي في الخليط، أو الكمية اللي أنا حطيتها في الأول دي كويسة، مش هاضيف الباقي. لو لقيتها لأ لسه محتاجة طبعًا هاضيفها، وده بإيدينا وسهل جدًا الموضوع يعني. حتى دلوقتي لمّا هانزل بالدقيق سواء الدقيق الأبيض أو حتى دقيق الذرة برضه مش هانزل بباقي الكمية، أنا باحب أنزل بكل مكوناتي واحدة في واحدة كده، طبعًا الأساس هو البيض والبصلة والثوم وكده. أنا هنا ضِفت 4 معالق من الزيت، تقدري برضه تستغني عنهم لو أنتِ عايزة، لكن أنا بالنسبة لي بيفرقوا جدًا. هاحط كمان نُص معلقة كده من الملح، وربع معلقة من الكمون، كمون ناعم أهو. وهنضيف مع بعض دلوقتي خلّينا نحط شوية شطة كده، للناس بقى اللي بتحب الspicy تقدري تزوّدي شطة برضه. الخلطة اللي أنا حطيتها دي فيها كزبرة كمان وكمون وفيها شوية كمان من الشطة، دي الأساسية بتاعتي وأنتم عارفين كده كويس أوي عن مطبخ ميرا. أنا هنا ضِفت نُص كوباية كده من المَيّة، هابتدي بقى أخلط الخليط بتاعي ده كويس جدًا، كل مكوناتي مع بعضها كده لحد ما أحس إن كلّها خلاص امتزجت ببعضها. عايزة أضيف كمان شوية كده من الكركم، شايفين يعني ممكن نقول ربع معلقة كركم. لو جربتِ من غير الكركم أو جربتِ بالكركم هتعرفي إن هو بيفرق كتير جدًا في لونه، وكمان شكله بيبقى تحفة أوي. أنا هنا ضِفت أهو دقيق الذرة، وكمان هاضيف الدقيق بتاعي زي ما قُلت لكم إن أنا ما باحبش أحط مكوناتي كلها مرة واحدة. ضِفت أهوّة شوية من الدقيق وشوية من الدقيق الذرة، وكمان شوية كده أو نُص كمية النشا. هاضيف كمان نُص كوباية من المَيّة، يعني الخليط بتاعي ده أخد كوباية مَيّة، هازوّد كمان شوية. بس كده خلاص، أنا لقيت الخليط بتاعي محتاج شوية الخضرة دول، وكمان هاضيف باقي مكوناتي، وهتبقى أنا كده حطيت مكوناتي اللي قُلت لكم عليها من البداية. زي ما أنتم شايفين المقدار ده عايز المكونات كلها مع بعضها، ولكن أنا حبيت أقول لكم إنِّك تقدري تضيفي حاجة بحاجة لو أنتِ لسه بتعمليه لأول مرة، لو أنتِ بنوتة صغيرة لسه داخلة المطبخ بتتعلم معانا. بس كده خلاص أنا بالنسبة لي يعني الخليط كده بقى مِيّة، مِيّة وسمكه حلو جدًا، وكمان يعني ما ينفعش يبقى أتقل من كده وما ينفعش يبقى أخف من كده،
هو بالنسبة لي القوام ده كويس جدًا زي ما أنتم شايفين أهو، وكمية الخضرة فيه حلوة جدًا، جدًا. كده خلاص أهو. هاخد بقى شوية كده من القرنبيط بتاعي. إحنا النهارده مش هنحمّر القرنبيط زهرة بزهرة كده زي ما أنتم شايفين، لأ هنعمل مع بعض أقراص القرنبيط التحفة اللي تجنن، اللي شكلها بجد شيك أوي، 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 وتخلّي أطفالنا ياكلوا من غير ما يعرفوا أصلًا هُم بياكلوا إيه، وطبعًا إحنا كلنا عارفين الفوايد الجبارة بتاعة القرنبيط يعني. كل الخضار عامةً بنحتاج أطفالنا ياكلوه لإن فعلًا مفيد أوي، والفيتامينات بتاعته بتبقى عالية جدًا، فأنا محتاجة إن أنا أأكل أطفالي كل حاجة، وزي ما قُلت لكم بعد كده هنستغل كل حاجة وهندخل لهم بالمداخل بتاعتنا الخاصة كأمهات. يالّا على طول كده أنا بقى هاخد كمية كده من الخليط بتاعي اللي أنا عملته، طبعًا لو أنتِ هتعملي الكل في نفس الوقت أو الغدا بتاعِك كله في نفس الوقت أو حتى العشا، هتضيفي الكمية كلها على بعضها، بس أنا بالنسبة لي ما كانش كله بياكل في نفس الوقت، فعلشان كده أخدت كمية بسيطة. طيب المكون السحري بقى اللي يخلّي أقراص القرنبيط بتاعتنا هشة كده وجميلة وبتقرمش وجميلة جدًا، هي الكربوناتو. كربوناتو الطعمية يا أم ميرا، أيوه كربوناتو الطعمية. هنضيف شوية كده يعني ممكن نقول على الكمية بتاعتي اللي أنا باخلطها دي، وهاقلّب كويس جدًا وعلى طول هاحمّرها في الزيت. طبعًا زي ما قُلت لكم كمية الزيت بتاعتنا ما بتبقاش كبيرة زي ما بنحمّر الأقراص، بنبقى مضطرين يعني إن إحنا نملى الطاسة زيت. شايفين الخليط بتاعي قوامه عامل إزاي؟ هو ده القوام المضبوط اللي أنا عايزاه. يالّا بينا بقى على طول على الزيت. شايفين كمية الزيت اللي أنا حاطاها؟ مش كبيرة أبدًا. وطبعًا لو أنا هاحمّرها زهرة بزهرة مش هاحط كده، لأ أنا هاحط كتير جدًا، لإن هابقى عايزة إن الزيت مغلّفها كلّها من جميع الاتجاهات. طيب على طول كده زي ما بتعملي الطعمية يا ست الكل، يالّا بينا نعمل طعمية، بس هنعمل المرّة دي طعمية قرنبيط. على طول كده هاشكّل بقى الأقراص بتاعتي بتاعة القرنبيط واحدة في واحدة. طبعًا هاعمل الطاسة كلّها. أنا في الوقت ده كنت سخّنت الزيت كويس جدًا، جدًا، وصلت بيه لدرجة حرارة عالية جدًا، وبعد كده أول ما ابتديت أشكّل الأقراص بتاعتي دي، هدّيت النار خالص، خالص، علشان طبعًا أضمن إن هي تستوي، وكمان أقدر إن أنا أعمل كلّه في نفس الوقت، يعني تستوي من جوّه وتبقى كويسة، وكمان إن أنا كلّه يتحمّر معايا في نفس الوقت. شايفين لونه عامل إزاي؟ لونه دهبي وتحفة، تحفة، تحفة. طبعًا مش هو ده اللون اللي أنا هاطلّع بيه، بس أنا بصراحة أنا باحب أقلّبه مرّتين، يعني أنا قلبته كده مرّة أهو، وهارجع أقلّبه كمان تقليبة معاكم عشان أرجع تاني أوصل للون اللي أنا عايزاه. أنا اللون بالنسبة لي اللي خلاص محمِر سِنّة ده تحفة، يعني أنا خلاص أنا كده هاطلّع. شايفين عاملة إزاي؟ ومقرمشة جدًا وجميلة أوي، ويعني هاقول لِك هتشمّي ريحة جبارة وأنتِ واقفة بتحمّري. على طول كده طاسة في التانية وهنخلّص، وطبعًا يعني شايفين شكله عامل إزاي، شكله يفتح النِفس من دلوقتي ولونه رهيب. أنا طبعًا اللي بتحمَر منّي باخدها على طول وباحط غيرها، أول بأول على طول اللي بتحمَر باشيلها وأحط غيرها، كده أهو. هاخلّص بقى باقي الكمية بتاعتي. طب تعالوا كمان أنا عملت إيه، صراحة يعني الفكرة دي جات لي وأنا واقفة. أنا من الناس اللي بتحب الجبن في كل حاجة، كل حاجة في الدنيا تخُص المطبخ أنا هادخّل فيها جبن. طيب أنا عملت كده جِبت صينية صغيرة، تقدري تدخّليها الفرن كمان لو أنتِ حابة تحطّيها في الفرن بقى جنبِك كده وتكمّلي تحمير براحتك. أنا هنا كده حطّيت كمية وحاولت على بقدر الإمكان يعني إن أنا أساويها عشان تبقى زي قرص كبير كده، وغطّيتها 3 دقايق بالضبط. بعد 3 دقايق تعالوا نشوف عملت إيه. ابتدت طبعًا تاخد لون وباين أوي أهو. أنا هنا كنت باحاول أقلبها، كنت عايزة أقلبها يعني قدّام الكاميرا وكده، بس أنا بصراحة لقيتها لسه مش متماسكة أوي من فوق. طبعًا عايزة تتقلب بقى ناحية تانية عشان تستوي وعشان تتماسك، فقُلت بس خلاص أنا هاقلبها على غطا الحلة، أهو زي ما أنتم شايفين. غطا حلة بقى، صينية، مقاس الصينية، أيًا كان، زي ما أنتم شايفين كده أنا قلبتها وحطيتها على طول على الناحية التانية، وما استنيتش عليها ال7 دقايق بقى لأ، هُم دقيقتين بالضبط. وشِلت الغطا. هاحط بقى معلقتين كده من الجبنة، ميكس جبن مبشورة بس ممكن رومي كمان مبشور، ممكن موتزاريلا عندِك، أي حاجة عندِك، أي نوع جبنة حطيها، هُم معلقتين بس كده وغطّيت. يالّا بينا نشوف هنقدّم طبقنا بشكله عامل إزاي. شايفين؟
شايفين شكلها تحفة عامل إزاي وجميلة جدًا، طبعًا سمكها أنتِ تقدري تتحكمي فيه لو أنتِ عايزاها أتخن من كده يعني، بس هي كده بالنسبة لي كانت تحفة أوي. تعالوا كمان أقطّع لكم حتّة كده من البيتزاية بتاعتنا اللي عملناها بالقرنبيط، صراحة شكلها كان يجنن، والجبنة بتمُط فيها كده وكانت تحفة، وميكس الجبنة كان حلو أوي، بصراحة للأمانة كانت أول مرّة أحُط الجبن ده على القرنبيط، بس بصراحة عجبني جدًا ومش آخر مرّة إن شاء الله، وقدّمتهم كده مع شوية مخلل بيتي طبعًا، وخلاص على كده عايزين طبق سلطة جنب الأكلة دي وهتبقى وجبة متكاملة، وده كان الفيديو النهارده، يا رب يعجبكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.